السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتحاد الافريقي يختار هدف الكابتن محمود عبد المنعم كهربا افضل هدف في الجولة الاخيرة لمباريات دوري ابطال افريقيا دوري المجموعات، مباراة الاهلي والهلال السوداني اللي فاز فيها الاهلي 3-0. والكاف يختار هدف كهربا هو افضل هدف في الجولة كلها. ألف مبروك للكابتن كهربا على الهدف الجميل، وألف مبروك أيضا للنادي الأهلي على الفوز الكبير. ويا سادة، عدم استخدام حكام أجانب لمباراة الكاس، مباراة الأهلي وبيراميدز، على أساس إن بيراميدز قدم الطلب، قال لك لازم قبلها ب 14 يوم، مع إن الاتحاد المصري لما اعلن الجدول بتاع المباراة او اعلن زمن المباراة كان قبلها فاضل عليها 13 يوم مش 14، يعني كانوا 13 فاضلين 13 يوم يوم ما الاتحاد المصري اعلن نهائي الكاس يوم 10 ابريل اللي احنا فيه دوت، ولكن في استاد القاهرة. ولكن اتحاد الكرة اصلا بيضحك او بيجامل ناس على حساب ناس. اتحاد الكرة كده كده لعبة وبيلعبها، عاوز يلعب مباريات مباراة نهائي الكاس علشان نفسه يدي الكاس لبيراميدز اساسا بحكام اجانب، علشان يقول لك ان بيراميدز هو اللي طلب حكام اجانب مش الاهلي. ولكن هي اللعبه اساسا لعبه فيها ان على اساس ان باينه وريحتها فايحه قوي، وكمان بيقول لك احتماليه وجود الفار. ولكن اللائحه اللي بتقول 14 يوم قبل مباريات او استخدام حكام اجانب قبل المباراه ب 14 يوم، دي كانت لائحه رابطه الانديه في اللي هي بتنظم الدوري المصري، ولكن ملهاش دعوه كاس مصر، لان كاس مصر تبع الاتحاد المصري مش تبع الرابطه. اللي احنا فاكرين الموسم الماضي بين فيوتشر وغزل المحله نهائي كاس الرابطه، رابطة المحترفين جابت حكم أجنبي، حكم أسباني، قبليها بأربع أيام فقط لا غير، ولعبت المباراة النهائية بين فيوتشر وغزل المحلة. طيب النهاردة اتحاد الكرة بيقول لك مفيش لعب، مفيش حكام أجانب قبليها ب 14 يوم، مع إن اللائحة دي قلنا في الدوري تابعة لرابطة الأندية اللي هي بتنظم بطولة الدوري الممتاز، ملهاش دعوة بالكاس. وكله بيستهبل او كله بيضحك على بعضيه، لان ده موضوع اساسا غلط في غلط. فهم بيضحكوا على الجمهور، وعلشان لعبه وبيلعبوها عايزين يجيبوا حكم مصري يحكم علشان المباراه، زي ما بقول لكم ان بيراميدز هو اللي ياخد الكاس. وده ان شاء الله مستبعد على اتحاد الكره، لان الاهلي هيلعب وبقوته وبلاعيبته وبنجومه، ان شاء الله هيكون الفوز حليف النادي الاهلي. ويا سادة، أبو تلاتة اللي اجتمع مع أبو تلاتة وجمد، راح اجتمع مع رئيس نادي الهلال اللي شايل تلاتة من الأهلي، وهو شايل تلاتة امبارح، تلاتات كتير على فكرة. احنا لو عدينا التلاتات بتاعت الزمالك الموسم ده هنلاقيها كتير قوي، لكن هنخلينا في أقرب تلاتة اللي هي كانت بالأمس أو امبارح بالتأكيد من المصري اللي كان مهزوم 2-0، وكان في عهر وفجور تحكيمي واحنا صايمين في رمضان، والحكم ما عندوش رمضان، ما بيقولش فيه رمضان، ما بيقولش فيه صيام، ما بيقولش فيه رب يحاسبني على اللي انا بعمله. ان محمود الونش كان اتطرد وكله اشاد وكله اتكلم، حتى ياسر عبد الرؤوف المحلل على قناه نادي الزمالك طلع قال لك الونش كان المفروض خد كارت احمر، لكن حتى ما حسبهاش فاول، مشى الكوره ومشى اللعبه ولا في الدماغ محمود ناجي. والسلام عليكم. ليه بقى؟ علشان هي من غير فار، مفيش فار. فالاتحاد الكرة لما لعب مباريات الدوري من غير فار علشان نفسه يركب أندية عليها أو يرجع أندية، بما فيهم الإسماعيلي، بما فيهم نادي الزمالك، على الأقل يرجعوا مكانه الطبيعي اللي هو المركز الثاني. لكن مش هيلحق ليه؟ علشان الفار باظ؟ لا، علشان فريق زي نادي المصري امبارح ادى الزمالك درس 100 100. المصري ما جابش ثلاث اهداف، المصري جاب اربع اهداف، جون هدف ذاتي في نفس مرماه اللي هو الهدف الاول لنادي الزمالك، وثلاث اهداف. يعني معنى كده ان المصري امبارح كان ممكن يفوز خمسه وسته على الزمالك. الزمالك اللي رضا عبعال بيقول لك اسف، طالع بيتكلم ويقول لك الزمالك قاعد معلم مستني اللي هيفوز من الكاس
علشان يلعب. طب هو معلم في ايه؟ معلم في التلاتات اللي بياخدها؟ معلم لسه واخد 3 من المريخ، ولسه واخد 3. خالد الغندور بالصدفة على ما افتكرت واتذكرت ان خالد الغندور بيقول لك الزمالك معلم، علشان تعرفوا ان في مثل بيقول لك اتلم الموكوس. فتلم الموكوس لما راح عمنا مرتضى حب يضرب كرسي في الكلوب وجاب رئيس الهلال وعمل معاه اتفاقيه وقال لك احنا حبايب واخوات وحاجات، وبقى يجي ايه يشيل 3 على طول. شال 3 من المريخ وبعدها ب3 4 ايام يشيل 3 من المصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.